ما قاله يامال. نفى يامال 17 عاما أي علاقة رومانسية مع المؤثرة فاتي فاسكيز التي تكبره باء 12 عاما، مؤكدا أن ما بينهما مجرد صداقة فقط. أوضح أنه كان برفقة زملائه من برشلونة خلال رحلته إلى جزيرة بانتيليريا في صقلية، وليس في وضع خاص كما أشيع. وأشار إلى أنه نشر صورة له مع نيمار من البرازيل مع التعليق: عازب وسعيد، هذه هي البرازيل، ضمن سياق الرد على الشائعات. كشف لامين يامال نجم برشلونة الإسباني حقيقة ارتباطه بالعارضة الشهيرة فاتي فاسكيز التي تكبره باء 12 عاما بعد الأنباء التي انتشرت مؤخرا. وأثار ظهور يامال نجم برشلونة وإسبانيا الدهشة بعد ظهور صور له مع المؤثرة تقدم محتوى جريئا، إذ نشرت مجلة ليكتوراس صورا للثنائي على متن دراجة مائية في جزيرة بانتيليريا جنوب صقلية. وجاء ذلك بعد أن نشر يامال وفاسكيز صورا من نفس المكان في الأيام الأخيرة، حيث كان يستمتعان بعطلتهما. ونشر نجم برشلونة صورة له مع نيمار نجم البرازيل في ريو دي جانيرو، وكتب اللاعب الإسباني الدولي: أعزب وسعيد، هذه هي البرازيل. وأفادت ليكتوراس أن الثنائي لا يريدان تسمية صداقتهما الواضحة، لكنه قال إنهما يتوافقان تماما. وأضافت: قربهما كبير لدرجة أنهما لم يترددا في الذهاب في إجازة، أراد الابتعاد عن كل شيء والاحتفال بنجاحات الموسم العديدة. وأشار التقرير إلى وجود صلة واضحة بينهما، أن فارق السن لا يشكل عائقا أمام تفاهمهما. ومع ذلك نفى يامال ارتباطهما بعد حديثه مع خبير الشائعات خافي دي هويوس. ويزعم دي هويوس أنه تمكن من التحدث إلى يامال، وينفي بشكل قاطع وجوده مع فاسكيز، ويقول إنه لا يوجد بينهما أي شيء. وأضاف دي هويوس: لم يذهب لامين إلى هذه الوجهة السياحية بمفرده، بل برفقة زملائه في برشلونة.